شاء الله هنشرح النهارده ايه هو الماك ادرس. كل جهاز متصل بالشبكه بيكون عنده حاجه مميزه جدا بتميزه عن باقي الاجهزه على الشبكه، زي البصمه كده اللي بتفرق كل شخص عن شخص تاني. البصمه بالنسبه للجهاز اللي على الشبكه بتكون هي الماك ادرس. كلمة ماك ادرس اختصار ميديا اكسس كنترول ادرس، وهو بيكون عنوان فريد بيتصنع مع اي كارت شبكه خاص بالجهاز، ايا كان ايه نوع الجهاز، سواء كان تليفون سواء كان لابتوب. اي جهاز يقدر يتصل بشبكه لازما يكون ليه ماك ادرس. يعني ببساطه اي جهاز عنده واي فاي او كارت نت لازما يكون ليه ماك ادرس خاص بيه، وده اللي بيخلي الراوتر يقدر يميز بين الاجهزه المختلفه عن الشبكه. طيب هتقول لي ايه الفرق بينه وبين الاي بي؟ احنا كنا قلنا قبل كده ان كل جهاز ياخد اي بي علشان الراوتر يقدر يفرق بين كل جهاز على الشبكه، مظبوط؟ طيب دلوقتي ايه الفرق بينه وبين الاي بي؟ الفرق بينهم ان الاي بي ممكن يتغير عادي، لكن الماك ادرس مستحيل يتغير، او ممكن نقول في الغالب بيكون ثابت مش بيتغير. وعندنا مثال بسيط ممكن يشبه الكلام ده ببساطه، ان الاي بي زي عنوان البيت، ان انت مع الوقت ممكن تغير العنوان بتاعك وتنتقل وتروح مكان تاني. اما الماك ادرس ده عامل زي الرقم القومي اللي عندك في البطاقه، مهما انت اتغيرت او مكانك اتغير هو مش بيتغير ابدا. تمام؟ طيب ايه هو شكل الماك ادرس؟ الماك ادرس بيتكتب بلغه اسمها الهكسا ديسمال، تمام؟ ودي عباره عن 6 ازواج من الارقام والحروف، وكل زوج بيفصلوا عن الثاني نقطتين فوق بعض. النص الاول وهم 3 ازواج دول بيعبروا عن الشركه المصنعه لكارت الشبكه، والنص الثاني من الخانات هو ده الرقم اللي بيميز كل جهاز عن الثاني. تمام؟ يعني اول 3 خانات بيعبروا عن الشركه المصنعه، يعني عندنا شركات كتير مثلا بتصنع كروت شبكه زي مثلا انتل ونفيديا. ده الرقم ده اللي بيعبر عن الشركه المصنعه، والرقم ده اللي بيعبر عن الجهاز اللي الشركه دي صنعته. فمستحيل تلاقي شركه واحده مصنعه كارتين شبكه بنفس الرقم ده. تمام؟ طيب انت دلوقتي لو عايز تعرف الماك ادرس بتاعك تعمل ايه؟ لو انت فاتح الويندوز تقدر تدخل على السي ام دي، تمم، وتكتب الامر ipconfig/all هيجيب لك الماك ادرس بتاعك. تمام؟ ولو انت على لينكس هتكتب نفس الامر اللي كنا بنعرف بيه الاي بي بتاعنا، وهيجيب لك معاه برضو الماك ادرس بتاعك. طيب ليه ايه اهميه الماك ادرس عندنا في السايبر سيكيورتي والشبكات بشكل عام؟ عندنا مثلا بالنسبه للشبكات تقدر تتحكم من خلال الماك ادرس مين يدخل الشبكه ومين لا، من خلال خاصيه اسمها الماك فلترنج، ودي عباره عن خاصيه بتفتح جدول بتكتب فيه الماك ادرس بتاع كل جهاز انت عايزه يدخل الشبكه او لا، واي جهاز تاني يحاول يدخل الشبكه حتى لو معاه اكسس او معاه يوزر وباسورد برضه مش هيقدر يعمل اكسس لو الماك ادرس بتاعه مش موجود في الماك فلترنج ده. تمام؟ بالنسبه للسايبر سكيورتي فيها هجمات اسمها هجمات انتحال الهويه، والهجمات دي بشكل مبسط ان في جهاز اللي هو جهاز الهاكر بيحاول ينتحل شخصيه او ينتحل الماك ادرس بتاع جهاز تاني موجود على الشبكه عشان يعرف يدخل على الشبكه ويعمل الهجوم بتاعه. تمام؟ طيب ملخص سريع للي احنا قلناه النهارده، عرفنا ان الماك ادرس زي بصمه الشخص، كل جهاز ليه ماك ادرس خاص بيه لا يمكن يتكرر لاي جهاز تاني. تمام؟ وعرفنا ان الفرق بينه وبين الاي بي ان الاي بي ممكن يتغير اما الماك ادرس ما بيتغيرش. عرفنا انه بيتكتب بلغه اسمها الهكساديسيمال، وبتكون عباره عن 6 خانات مكونه من ارقام وحروف بيفصلهم نقطتين فوق بعض. وعرفنا الامر اللي بيعرض لنا الماك ادرس بتاعنا لو احنا على ويندوز بنكتب اي بي داش اول، ولو احنا على لينكس بنكتب اي بي مسافه ايه وبيعرض لنا الماك ادرس بتاعك وباقي بيانات الشبكه. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنشرح ازاي الراوتر بيشتغل وازاي يوزع الانترنت على الاجهزه المتصله معاه على الشبكه. فما تنساش تعمل لايك وفولو وتسيب لي الفيديو عشان تكمل معانا رحله اساسيات الشبكه.